قبل ما نبدأ الفيديو حابب أكلمكم عن شيء مهم جدا. أنا قبل شهر كنت كبادئ منشئ محتوى، وانتم يعني الفيديوهات حقي ما كنت أتوقع أنكم تشتركوا في هذه القناة. أنا لو ما بدأت قبل شهر كنت معي مشترك واحد، والآن تحولت إلى 100، والآن تحولت إلى آلاف، وإن شاء الله نستمر. أنتم اليمنيين والله إنكم ما تقصروا، يعني مش من أن الاشتراكات واللايكات لا تفعل لايك. إذا ما عجبكش الفيديو لا تفعل لايك عادي. أنا زعم اليمنيين الذي شجعوني واشتركوا في قناتي، يعني أنا من حقي إن أنا أشكرهم وادعمهم. لا حد يقول لي تشكر اليمنيين علشان اللايك، يا أخي ما ادعموش عن قضية اللايك. اللايك يفعلوا ولا عادي، شيء طبيعي. عجبوا الفيديو فعل لايك، ما عجبوش عادي، المجال مفتوح يخرج من الفيديو. اليوم سنعرض لكم قصص وأشياء متنوعة، يعني قصص تحصل مع الناس في يوم من الأيام، قصص تحصل ما تتوقعوها. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وارحبوا تراحب المطار في هذه القناة الجديدة، لأنه القناة هذه الثانية طلع دعمكم فيها أسطوري، وشكرا على دعمكم. أي واحد يتابعني في هذه القناة وفي هذه القناة، شكرا على دعمكم لي. وخلونا نبدأ. اليوم كما تكلمنا سنعرض لكم قصص متنوعة، وإن شاء الله تنال إعجابكم وتكبسوا على زر اللايك، وأنا والله إن أنا أحبكم. خلونا نفوت في أول قصة. في يوم من الأيام في 2006 هذا الرجل السعودي واجي من السعودية إلى اليمن، ومشى إلى خط الطائف، وشافوا شيء مرعب جدا جدا. شكله شكل عمود، بس الحاجة المرعبة اللي فيه إنهم طلقوا عليها طلقة رصاص وانها حياة شخص منهم. اللي طلق عليها طلقة الرصاص يعني انتهى، اختفى من عندهم فجأة. كانوا يدوروا بلغوا الشرطة، وفي يوم من الأيام رجع بعد سنتين على ما يتكلموا، رجع من نفس هذا المكان. وبعدين شافوها أصحابه واستغربوا، هذا صاحبنا؟ قالوا أيوة هذا صاحبنا. وبعدين صاروا للمستشفى وفحصوه وشافوه. بعد ما سيروه للمستشفى الناس تفاجئوا كيف اختفى تقريبا سنتين وده الحين طلع سليم. يعني ممكن الجن ولا ضروه بشيء مؤذي. بعد الجن هم زعلوا منه وسيروه إلى ملك الجن، وملك الجن حكموا عليه يعني كحكم بشري، وزوجوه امرأة من الجن، وشاهدوا مقابلة حقوهن يكلموه عن كيف يقعد معها القصة هذه، وبعدين نكمل. أنا بس تجي بتوتر صراحة جدا. وصلت أو بعد؟ ايه أكيد هي هون موجودة هون. مين هي؟ ماريتال الشمس. هي إله الشمس بعلمها. ماريتال الشمس، يعني إذا بتبحث بالقواميس. قواميس شو؟ أي قواميس؟ أنت جلست تبحث في نفسك تقول كيف زوجوها الجن وهن يهود، لأن الجن مش كلهم يهود. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما خلقنا الجن والإنس إلا يعبدون. هذه الحقيقة، إنه هذه القبيلة اللي يتزوج منها طلعوا مسلمين. يعني يأمرها إنها ترقص، يأمرها إنها تفعل له أي شيء تفعلها. والمهم انتهى قصة هذا الرجل. خلونا نفوت في قصة غير هذا الرجل. القصة رقم 2. في يوم من الأيام في 2008 رجل كان مهنته كتبة، لكن في يوم من الأيام شاف قط وقتله، وتفاجأ. شوفوا الآن هو وتفاجأ إنه الجن أجوا يسحبوه من رجله. شوف الآن هن إنهم يحاولوا يسحبوه. والله ينجحنا من الجن والأشياء هذه المخيفة. قصة رقم 3. هذا الرجل دخل بيت مهجور تقريبا له 3 سنين، وشاف رجل شكله مو طبيعي مرة مخيف. وشوفوا الآن هو يحاول إنه يسأله ويكلمه، بس هذا الرجل ما يطلع ولا كلام.